النهاردة هنتكلم عن حاجة ناس كتير بتسأل عنها. مين ليه الحق انه يقدم على أرض وبيت في التجمعات التنموية في سينا؟ الورقة اللي على الشاشة فيها الشروط الرسمية، وأنا جاي أشرحها ليكم واحدة واحدة وببساطة ومن غير لف ودوران. السلام عليكم، معكم رجل من أقصى المدينة. أهلا بكم في قناة خيرات وادي سعال. أول حاجة لازم تكون مصري ومن أبوين مصريين، وما ينفعش جنسية مزدوجة. الحاجة التانية لازم تكون سنك ما بين 21 و55 سنة وقت ما بتقدم. الحاجة التالتة الفرصة دي للأسرة الواحدة بس، يعني لو الزوج فاز بفرصة ما ينفعش الزوجة تقدم تاني، ولو الأب فاز الابن القاصر ملوش فرصة تانية. النقطة الرابعة واللي شغلة الناس كلها، اللي شغالين في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو أي جهة حكومية، وكمان اللي كانوا شغالين وخرجوا من الخدمة لأسباب تأديبية أو ارتكبوا جريمة، كل دول ما ينفعش يقدموا. نيجي بقى للنقطة المهمة، الأرض والبيت اللي هتاخدهم في التجمع ما ينفعش تتصرف فيهم بأي شكل، لا بيع ولا إيجار ولا حتى تأجير جزء منهم. ليه؟ لأن الأرض دي بتتسجل في الشهر العقاري وباسمك، بس بتفضل خاضعة للرقابة والإشراف الكامل من الدولة. لو خالفت الشروط الدولة ليها حق تسحب الأرض والبيت فورا من غير ما ترجع لك في حاجة. يعني باختصار الفرصة دي ليك لو ناوي تزرع وتعيش وتبني، مش عشان تتاجر بيها وتبيعها وتاخد عليها اوفر. سيب الفرصة للناس اللي نفسها تزرع وتعمر الأرض، الناس اللي شايفة في الطين نعمة وفي الزرع مستقبل، وعايزة تحقق هدف الدولة من المشروع. فكر كويس واستعد، ولو لسه ما قدمتش تابع الحلقات الجاية عشان تعرف الخطوات بالتفصيل، وإن شاء الله هيتم شرح باقي الشروط تباعا. لو شايف حد ممكن يستفيد من الفرصة ديت ابعت ليه الفيديو وخلي الخير يوصل. كن رجل من أقصى المدينة، وانتظرونا في الحلقة الجاية ازاي تحجز فرصة على موقع هيئة الاستثمار وتشتري كراسة الشروط. السلام عليكم.